أنا آخر مرة شُفته فيها كان في عيون بتنوّر في الضلمة قاعدة بتراقبنا لفترة طويلة، ولمّا نمنا وصحيت ما لقيتش أخويا جنبي ولقيت دمه على الأرض. الجملة دي قالها الشاب ده بعد ما تاه هو وأخوه التوأم في الغابة، وطلع عليهم أسد جبل أكل واحد منهم وضيّع التاني. لا ده إحنا يالّا بينا بقى من غير رغي كتير ندخل في المدعكة على طول، ونتعرّف على الدقائق المرعبة اللي عاشها الشاب برايان، ونعرف ليه الأسد الجبلي قتل أخوه وسابه هو، وإزاي الشرطة عرفوا يوصلوا له بعد 4 أيام من العطش والجوع في الجبل بسبب الجاكيت بتاعه. بس زي ما إحنا متعودين صديقي الإنسان قبل الكلام وجب السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من اوعى الوحوش طبق لشط. في أواخر ربيع سنة 2024 أخين توأم بيخرجوا في رحلة تخييم عادية وسط غابة واسعة في قلب الولايات المتحدة الزفتية الإبستينية النكسية. خليني وراكم لحد ما القناة تتقفل. كان المفروض الرحلة دي تبقى مجرد كام صورة حوالين الخيمة والنار والليل وشوية هزار ويرجعوا للبيت من تاني، بس اللي حصل بعد كده كان أقرب لفيلم رعب هوليودي. تاني يوم من الرحلة واحد من الأخين اسمه برايان بيصحى على صوت حركة غريبة وسط الشجر. في الأول كان فاكرها حيوانات صغيرة زي السنجاب أو القطة، بس بعد ثواني سمع صوت صريخ قصير وواطي بس مرعب في نفس الوقت. الصرخة دي كانت صرخة أخوه التوأم. برايان لما جري ناحية الصوت ملقاش غير آثار سحب ودم على الأرض، وبعد كده أثر أخوه اختفى في الغابة كأنه اتبخر تماما. وقتها بقى الخوف سيطر على برايان وبدأ يعيط ويجري في الغابة بشكل عشوائي زي المجنون، وكل دقيقة كانت بتعدي عليه كان بيبعد أكتر وأكتر عن مكان المخيم اللي كانوا نايمين فيه. وبعد 3 ساعات كان ضاع هو كمان وتاه وما بقاش عارف يروح منين ويجي منين. وعدى عليه يوم والتاني والتالت كمان وهو لوحده بطوله كده في البرية، وبقى جعان وعطشان وبردان. والانيل بقى احساس الخوف وان في وحش قاعد بيراقبه من بين الشجر وعاوز في اي لحظه ينقض ويخلص عليه زي ما عمل في اخوه. وفي كل ليله كان برايان بيسمع صوت خطوات بعيده واوقات كان بيسمع صوت زئير خفيف كده. في نفس الوقت ده بقى كانت فرق الإنقاذ بتدور عليه هو وأخوه بكل قوتهم، لكن الغابة كانت كبيرة وواسعة وضخمة ومفيش أي أثر واضح ليهم لحد ما حصلت حاجة غريبة وعجيبة جدا. الشرطة وهي بتدور وسط الكاميرات اللي زارعينها بشكل عشوائي في قلب الغابة لقوا كاميرا مراقبة للحياة البرية لقطت صورة لأسد جبلي ماشي بين الشجر وشايل في بقه جاكيت. أيوة أنت سمعت صح، الأسد كان شايل جاكيت بشري في بقه، وبالتحديد الجاكيت ده يبقى جاكيت برايان اللي سابه لما خاف وجري. فرق الإنقاذ أول ما شافوا الصورة تخيلوا إن الأسوأ هو اللي حصل وإن الأخين التوأم اتقتلوا واتاكلوا، بس لما ركزوا كويس وعملوا زوم إن على الصورة لقوا الجاكيت مفهوش أي آثار دم، وده معناه إن ممكن الأخين أو عيل فيهم على الأقل هيبقى عايش وصاحي، حتى لو الاحتمال ده احتمال ضعيف جدا. عشان كده راحوا المكان الأسد اللي الصورة كشفته وعرفوا اتجاهه، وقرروا بقى إنهم يركزوا بحثهم في المنطقة دي ويمسحوا كل شبر فيها. وبعد 6 ساعات من البحث والتدوير أخيرا بيلاقوا بقى برايان. لقوا الشاب وهو مرهق وجعان وعطشان وضعيف جدا لكنه لسه حي وعايش. ولما سألوه عن أخوه سكت وراح باصص للأرض كده وقال الجملة اللي بدأنا بيها هوك الحلقة: آخر مرة عينيه شافت فيها أخوه حرفيا كانوا هم نايمين لما شافوا عيون بتراقبهم في الضلمة، وإنه لما صحي ما لقاش أخوه ولقى دم وسمع صريخه من بعيد. ده حتى الشرطة لما كملوا بحث بعد كده ما قدروش يوصلوا لأخوه ولا حتى لجثته، والأغلب إن أسد الجبل خلص عليه وأكله. الأسد الجبلي المعروف باسم الكوجر أو البيوما يعتبر واحد من أخطر المفترسات في أمريكا كلها. المعلم ده بيوصل طوله لأكتر من 200 بالديل وبيقدر ينط المسافات ضخمة بشكل ما يتصدقش وبمنتهى المرونة العالية اللي في الدنيا كلها. وبالرغم من إن هجماته على البشر نادرة جدا مقارنة بحيوانات تانية طبعا، إلا إنها بتحصل فعلا، ولما بتحصل بتكون مميتة، خصوصا لو حس إن الإنسان ده موجود لوحده، يعني قدامه كائن ضعيف. وأغلب اللي اتعرضوا لهجوم من اسد الجبل وقدروا انهم ينجوا بعد كده كلهم قالوا جمله واحده: احنا ما شفناش الاسد غير في اخر ثانيه وهو بيهجم علينا. وده لانه صياد محترف بيتحرك في الصمت وبيقعد يراقب فريسته لفتره طويله من الوقت علشان يدرس سلوكها قبل ما يهجم عليها ويجيب اجلها ويدشملها كلها. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش طبق لشق. صديقي الانسان الجميل الحبوب، من وجهه نظرك الاسد ده هو فعلا اللي قتل اخو برايان، ولا ده كان مجرد اسد عادي وعدى من المكان هناك وهو شايل الجاكيت بالصدفه وليه؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.